جايين النهارده نتكلموا عن البند اللي عطته شركة كومبي للحسابات وإزاي تحل الموضوع. أول حاجة البند ده سببه إيه؟ البند ناس كتير بتقول بسبب الهدف الذهبي، وناس كتير بتقول بسبب الVPN، وناس كتير بتقول برضه بسبب الشحن الغير شرعي. أنا جاي أقول لك الخلاصة كده من الموضوع. بخصوص موضوع الهدف الذهبي ده مود موجود في اللعبة، ليك الحق إنك تخلص بيه مهماتك ومفيش أي ضرر ليك، لأن الموضوع ده مش ثغرة ولا حاجة بتعملها، لأ ده مود موجود في اللعبة. وخصوصًا بما إن في ناس كتير كانت بتستخدمه وما حصلهاش حاجة وأنا من ضمنهم. كنت بافتح باغيّر السيرفر لليابان عشان اللعبة تتفتح عندي أنا الأول، بس ما كنتش بالعب بيه ماتشات، فممكن يسبب لك في حالة واحدة بس إن النت أثّر على الخصم والخصم بلّغ عليك. ده اللي بسببه حساب اليوتيوبر توني اتبند بسبب قصة بلاغات لمّا كان بيكسب ماتشات في الdivision. الناس بتتعصب فبتروح تبلّغ عليه، فاللعبة مفكراه إنه بيستخدم هاك أو بيتلاعب في الماتشات. وبخصوص الشحن الغير شرعي أو الغير قانوني أو تسليب الcoin، ده سبب من الأسباب اللي تخلّي حسابك يتبند، فخلّي بالك. هل البند دائم والّا مؤقت؟ وإزاي أرجّع الحساب؟ أنت تدخل تكلم دعم eFootball عشان تقول لهم إن أنا ما عملتش حاجة من الحاجات اللي تخلّي حسابك يتبند، وإن شاء الله لو أنت ما عملتش حاجة واتأكدوا حسابك هيرجع خلال الأسبوع الجاي. أمّا لو لقوا مثلًا عندك في تلاعب في الماتشات، في شحن غير شرعي، تسليب coin، مش هيرجعوا لك حسابك. ممكن بسبب الحملة دي تكون أنت مظلوم وما عملتش حاجة برضه حسابك يتبند، فأنت تكلم دعم الeFootball وإن شاء الله حسابك يرجع. وإن شاء الله هانزل لكم الفيديو الجاي طريقة التواصل مع الدعم، إن أنت لو ما كلمتهمش مش هيرجعوا لك حسابك غير لمّا تطلب منهم إنهم يعملوا مراجعة لحسابك يشوفوا هل أنت مظلوم والّا لأ. والفترة دي الأفضل إنك ما تشتريش حسابات ولا تشتري coins، لإن ممكن حد يشحنه لك بطريقة غير شرعية، وأي حد يقول لك هاجيب لك coins بأرخص الأسعار، مثلًا تلاقي سعر الcoins أقل من سعر المتجر، فاعرف إنه ده شحن غير قانوني وأنت في حسابك في الآخر هيلبس، خُد بالك. ودي كل حاجة بخصوص البند. متنساش تعمل لايك وفولو لو استفدت، وأشوفكم الفيديو الجاي.